استغفر الله العظيم يا اخي، ده حتى احنا في رمضان شوف الولاد اللي ما بتستحيش. مبدئيا كده انا هحكي لك كل اللي حصل معايا في المود الجديد ده خلال 5 دقايق بالظبط. فيلا بينا نشوف ايه. اول حاجه انا نزلت هنا زي ما انت شايف كده، تمام. فلقيت في ضرب نار وناس بتضحك، فحبيت اشاركهم الضحكه. ولقيت الشخص ده قمت ضارب عليه نار زي ما انت شايف كده، فوقعته عادي، تمام. فلقيت في حد بقى بيضرب من ورايا، بس يعني ايه، بيضرب برصاص كوم زي ما انت واخد بالك يعني. فحبيت الف اشوف يعني مين ده ولا ايه الدنيا، فلقيت ده قتلته فيعني. المهم ايه، انت فاهم يعني، تمام. ماشي. فاخدت العربيه وانا متضايق وجريت على هنا زي ما انت شايف، وانا هنا لقيت واحد كده قمت يعني ضارب عليه قتلته. فقعدت بقى اتامل في المكان واتفقد في الاجواء واشوف الدنيا ماشيه ازاي. بصراحه ما كنتش مصدق نفسي ان في مكان زي كده لسه في اللعبه. وانا ماشي لقيت في واحد زي كده يعني عادي جاي، فقمت تمام يعني، انت فاهم كل حاجه. اما هنا بقى فصراحه مش عارف اقول لك يعني، انا الصراحه دي اكتر حاجه عجبتني اصلا في الفيديو كله او في المقطع كله يعني. جيت هنا فمسكت البتاع دي كده، فانا بصفر لقيت الهديه دي بتتحرك كده. صراحه اتخضيت، فكرت عليها مثلا جنه او حاجه. فيعني المهم قلت اقف، مش مشكله، انا مش هخسر حاجه. فلقيت بتديني هدايا زي ما انتم فاهمين، انا كل سنه وانتم طيبين. بس انا مش عارف انا مين لسه في الزمن ده بيدي حد هدايا بالمنظر او بالاسلوب البشع ده. يعني المفروض تديها لي يعني، مش كده، مش يعني تمام. فقلت لها شكرا. ووقفت تاني اشوف يعني ايه تاني لسه هيحصل، لو كان في اصلا حاجه تانية هتحصل. فبص لقيت ده اللي حصل كده يعني. فبجد انا مش عارف اقول لك ايه. صدقني في اللحظات دي انا اتخضيت، تمام. فالمهم اخدت الصوره ومشيت. فجيت هنا كده لقيت بتاعه كده بتطير. فايه طبعا انتوا عارفين انا بحب الحاجات الهبله وكده، فطلعت اجري عشان اشوف ايه الدنيا هناك، ولو كان في حاجه بيوزعوها اخد، تمام. فلدرجه ان انا وانا ماشي لقيت واحد كده يعني رايح هناك برضو، فطبعا قتلته طبعا زي ما انتوا واخدين بالكم. ما وقفتش ضرب عليه من كتر الغل طبعا زي ما انتوا شايفين، تمام، عشان ما يروحش. فروحت لقيت صراحه شكل السفينه حلو جدا ومعمول لها ديكور شكله جامد. ويعني حبيت شكل السفينه صراحه وبتطير وكل حاجه. فلقيت البتاع ده قتلته يعني تمام يعني، كان حلو جدا يعني منظر السفينه. فقلت اروح بقى الاول اشوف ايه الدنيا وكده، تمام. وبعدها بشويه بقى قعدت هنا كده زي ما انتم شايفين. وطبعا شكل المدافع دي، فانتوا نسيت برضه اقول لكم المدافع دي صراحه جامده يعني. بص ممكن تضرب بيها زينه رمضان او صواريخ العيد، عارفينها انتوا طبعا. بتضربوها كده بتتفجر وبتعمل لون شكله حلو يعني. يعني حلوه حلوه، تمام. فطلعت هنا كده لقيت في واحد لسه داخل السفينه، فايه طبعا لازم نرحب بيه ونقول له كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه واحنا كلنا صايمين، وكلنا صيامنا ان شاء الله مقبول. فبعد 5 دقايق لقيت في حد بيضرب عليا، فروحت اشوف مين. فتخيلوا بقى انتوا تقولوا مين. تخيل. تخيل طلع مين. فالمهم ثواني هتعرف هو مين لو انت ما عرفتش. ايوه هو نفس الشخص، هو عبده ده اللي هو هو ده اللي انا لسه قاتله من ثواني. ايوه هو ده. فتعالى بقى نروح نفنشه كده، ايه، نفنشه فينش محترم كده، يلا عشان نشوف مين بعده على طول. يلا بينا. فالمهم بقى قررت ان انا همشي. فلقيت الصندوق اللي شكله زباله ده صراحه، فروحت افتحه عشان اشوف ايه الدنيا. تخيل لقيت ايه يا صاحبي. ايوه لقيت اوم زي ما انت شايف بالظبط، لقيت اوم بالظبط زي ما حضرتك شايف كده. فاكيد اخدت الاوم وطلعت اجري زي ما انت شايف كده بالظبط. ماشي. فهنا كده وانا ماشي لقيت البتاعه الغريبه اللي ورايا دي، حسيت ان هي حاجه بتراقبني. فوقفت لقيتها السفينه عادي بنفس الشكل عادي. فقلت خلاص اخد بعضي وامشي بقى. وانا ماشي فرحان بالأوم، مبسوط بنفسي جدا وشايف نفسي مفيش مني اتنين عشان معايا الأوم وكده هلعب بالأوم. يعني بقالي زمن ما شفتش أوم. فانا مبسوط جدا لان انا خلاص هرجع اعمل لقطات حلوه بالأوم وكده. فيعني بقى معايا أوم، فاكيد يعني الأوم ده سلاح مميز جدا لانه أوم. فهنا لقيت واحد بيضرب عليا، فقلت شوف ايه الدنيا. صراحه استهزأت بيه، فكرت بوت، فضربت عليه بالأوم لانه أوم. فصراحه يعني يا ريتني ما خدت الأوم. فبس كده.